السلام عليكم. الشطرنج ده عندي من سنة 98. من سنة 98 كانت والدتي رحمة الله عليها اشتريته لي كهدية، ولذلك أنا حبيت إني أستخدمه معاكم في إني أعرفكم على معظم النصائح اللي أنا اتعلمتها أثناء خبرتي حوالي 20 سنة أو أكتر في لعب في مجال الشطرنج. أول نصيحة بالنسبة لي هي منطقة نصف الرقعة. عندي الأربع مربعات دول، الأربع مربعات دول لازم عينك تكون عليهم في بداية المباراة، لأن اللي يسيطر على الأربع مربعات دول تقريبا هيسيطر على المباراة. لان انت لما تسيطر عليهم هتضطر ان العدو يلعب من الاجناب، واللعب من على الاجناب مش هيكون مريح ابدا للعدو، بحيث ان انت لازم تكون دايما سباق انك انت تسيطر على المنطقة دي. وفي اكتر من تشكيلة تساعدني ان اسيطر على تلك المنطقة، والمنطقة اللي انا بقصدها اهي المربع ده، والمربع ده، والمربع ده، والمربع ده. طبعا انا مستحيل ان انا استطيع ان احرك العساكر بحيث يكونوا كلهم بالتشكيله دي او بالطريقه دي، لان ده هيهدر مني نقلات كتيره، واثناء النقلات دي مش هيكون الرقعه فاضيه زي ما انتم شايفينها كده، لا، العدو طبعا هيتحرك ليه حركات زي ما انا ليه حركات. انا هحاول باقل عدد من الحركات، واول ما ابدا المباراه على طول ان انا اسرع دايما، ان انا اعمل تشكيله استطيع بها اني اسيطر على منطقه نصف الرقعه. ولتكن مثلا التشكيله دي اهو زي ما حضراتكم شايفين، التشكيله دي كويسه خالص للسيطره على منتصف الرقعه. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، تمام، في ناس بتعمل التشكيله دي كده من غير ما تستخدم حصان، بتجري بسرعه تعمل اي تشكيله بحيث انها تكون مسيطره على نصف الرقعه. في ناس بتعمل كده اهو. انا عندي العسكري ده مسيطر على المنطقه دي، على المربع ده والمربع ده، والعسكري ده مسيطر على المربع ده، والعسكري ده مسيطر على المربع ده. مش لازم انا انقل كل الحتت بتاعتي والقطع بتاعتي بحيث انها تحتل المكان فعليا، لا، انا يكفي انها اخلي المكان ده تحت الكنترول، اندر كنترول، بحيث ان اللي هينزل فيه هيكون سهل جدا انه يتاكل، سهل انه يتاكل. ودي النصيحة الاولى، دايما وابدا نسيطر على الاربع مربعات بتوع منتصف الرقعة باي تشكيلة كانت، وباسرع تشكيلة على حسب انا ايه المتاح امامي اني بسرعة ابدأ بيه واحتل تلك المنطقة. النصيحة التانية الانتشار بشكل جيد. ازاي؟ يعني انا رأس مالي في لعبة الشطرنج الحركات والنقلات بتاعتي، فلازم كل نقلة، لازم كل نقلة هعملها تكون جيدة وتؤدي لهدف معين. ما ينفعش ان انا اكون باصص لهدف بعيد خالص ولسه ههدر، يعني ههدر نقلات كتيرة عبال ما اوصل له واضيع نقلات كتيرة. لازم في اسرع وقت اعمل عملية انتشار كويس القطعة بتاعتي على الرقعة، وده باسمه علم الافتتاحيات. علم الافتتاحيات او الجامبتس. الجامبتس دي هي اللي بتوريني ازاي استطيع ان انا اسيطر على رقع بتاعتي، او على الاقل على الاقل منطقة المنتصف والصف ده والصف ده بسرعة قبل العدو ما يستطيع ان هو يتحرك. وده عن طريق النقلات الذكية اللي بتسمى الجامبتس، الافتتاحيات. في ناس بتحب تبدأ افتتاحياتها بانها بتطلع مثلا العساكر، تمام، عسكري من هنا ومن بعده حصان من هنا يحميه، وبعد كده يعكس عسكري من هنا وحصان من بعده يحميه، بحيث انا مهدد مهدد بالحصان الحتة دي، المربع ده، ومهدد بالحصان المربع ده، ومهدد بالاتنين العساكر المربع ده وده وده وده، وبالعسكري ده او بالحصان ده انا مهدد المربع ده ومهدد المربع ده. يبقى انا مسيطر على 3 صفوف امامية امامي اثناء المباراة، وكل ده بكام حركة؟ حركة 2 3 4. في خلال 4 حركات استطعت ان انا اسيطر على الصفوف رقم 3 و4 و5. 3 و4 و5. طبعا الصف الاول والتاني دول راحوا في تشكيلة الجنود بتاعتي. المربع الثالث والرابع والخامس عندي 3 صفوف مهددين من 8، من 8 صفوف. مجموع الرقعة بتاعتي استطعت ان انا بسرعة اهدد 8 صفوف، 5 صفوف من. ليه؟ انت عندك 64 مربع في رقعة الشطرنج. كل ما تستحوذ على مربعات اكتر
كل ما هيكون اسهل ليك انك تستطيع انك تكسب المعركة امام الخصم. وما ننساش في الاول وفي الاخر انها معركة. السؤال اللي دايما محير الناس كلها، مين اهم، الفيل ولا الحصان؟ مين اهم في اللعب، الفيل ولا الحصان؟ معرفش انا ليه المشكله دايما قائمه على الفيل والحصان بغض النظر عن باقي قطع الشطرنج، مع ان انا شايف ان كل قطعه ليها اهميه. لكن الفيل والحصان، والمشكله اللي قائمه بين الناس كلها مين اهم، الفيل والحصان. الحصان مهم لما يكون اللعب مكفول. ازاي اللعب مكفول؟ فلنفترض مثلا ان انا عندي مجموعه من ال التشكيلات كده ما بيني وبين العدو، والعدو اهو كلنا مهددين بعض انا وهو. مين اللي هيستطيع انه يتحرك في التشكيله دي؟ طبعا الوحيد اللي يستطيع انه يتحرك بحريه الحصان، لان هو ايه، بيقفز فوق العساكر وفوق القطع الاخرى وبيتعداها. فيستطيع ان مثلا ادي الحصان هنا اهو، وعايز اخليه يوصل هنا عند الوزير اهو، عن طريق نقله التانية التالتة، خلاص هو ايه، اصبح هناك عند الوزير. فبكده القطعة الوحيدة اللي استطيع ان انا احركها فوق كل القطع واوصلها هناك لحد المربع ده هو الحصان. فالحصان مهم في اللحظات دي. انما لو انا ما عنديش قطع كتير على رقعة الشطرنج، والمساحات مفتوحة، المساحات مفتوحة، وعايز اهدد مثلا العسكري اللي هناك ده، وما عنديش انا عساكر قدامي وهو ما عندوش ايه، عساكر قدامه، هستطيع بكل سهولة اني اوصل هنا واهدد الفيل بتاع الملك بتاع الخصم الاسود. يبقى السؤال اللي دايما كان بيحير الناس كلها، مين اهم، الفيل ولا الحصان؟ الحصان مهم لما يكون اللعب مكفول لسه ما اتفتحش ومفيش مساحات. الفيل مهم لما يكون اللعب اتفتح خلاص ومحتاج ان انا اجري بسرعة، اعمل نقلة، النقلة دي هتفرق معايا كتير اثناء اللعب. النصيحة الرابعة، ان انا دايما احاول اخلي الخصم يتكبد اكتر خسائر بالجنود مش بالقطع المهمة. ازاي؟ نفرض ان انا مثلا اديني بلعب اهو، تمام، اديني لعبت كده، والخصم بتعرف مطلع الحصان بتاعه عشان ايه، عشان خاطر يهدد العسكري بتاعي. انا مش لازم اروح اطلع له مثلا حصان تاني عشان اموته، ما انا ممكن بالعساكر اموته. ليه؟ لان العساكر قيمتهم اقل تقديريا في عالم الشطرنج. فانا ممكن اهدده بمين، بالعساكر. خلاص انا هعمل له كده، هحمي العسكري بتاعي، اوكي، وقاعد بعد كده اروح مطلع ده وهطلع ده، هعمل هنا تشكيلة تمنع الحصان انه يروح في اي حتة. ازاي؟ لنفرض الحصان حب يجي هنا، هيموت بمين، بالعسكري ده. نفرض ان الحصان حب يجي ياكل العسكري ده، هيموت بواحد من الاتنين دول. حب يجي هنا، هيموت بالعسكري ده. حب يتصرف ويروح هنا، هيموت بالعسكري ده. فهو ملهوش غير ان هو يفضل ثابت زي ما هو في مكانه، او انه يرجع تاني مكانه. وبالتالي يبقى انا عملت فورميشن او تشكيله هنا منعت عن الخصم ان هو يتصرف بحريه بالحصان بتاعه. وده طبعا في وجود ان الخصم هيكون طبعا مطلع قطع تانية بيحاول يدافع بيها عن حصانه ويهاجم بيها العساكر بتوعي. لكن النصيحة هنعيدها تاني، ان الخصم يتكبد خسائر بقطع من عندي مش مهمة زي العساكر. ازاي؟ يعني انا مثلا لما هاكل مثلا فيل، لو انا هاكل فيل اهو بعسكري، مين الاهم، الفيل ولا العسكري؟ لا طبعا، كده انا المنتصر، كده انا المنتصر، واتحسبت لي نقاط اكتر في اني خليته يخسر العسكري الفيل بتاعه اللي هو المهم ده مقابل عسكري. النصيحة الخامسة ان انا لازم ابدأ اثناء التحريك باني احرك عساكر المنتصف اولا. مين هم عساكر المنتصف؟ العسكري اللي امام الوزير، العسكري اللي هو امام الملك. ليه؟ انا لما بحرك عساكر المنتصف اولا اهو كده، استطيع ان احمي العسكري ده بان اجيب له حصان من هنا، واستطيع ان انا احمي العسكري ده بان اجيب له حصان من هنا. كده انا استطعت ان انا ايه، احميهم. وفي نفس الوقت انا فاتح مجال للفيل انه يطلع يؤدي مهامه الهجومية. وهنا الفيل التاني هيطلع، الفيل الاسود، انه يؤدي مهامي الهجومية. انما انا لو حركت عساكر الاجناب مش هيكون عندي فرصة ان انا اطلع القطع دي كلها تأدي مهامها بشكل كويس. وخصوصا ان انا في لحظة ممكن افاجئ العدو باني اعمل عملية التبييت او الكاسلينج. ازاي؟ انا ممكن كده باني لو حركت الوزير هحمي الناس دي كلها، وافاجئ العدو بان انا عملت تبييتة كبيرة ناحية الوزير كده، او ان انا افاجئ العدو
بان انا هعمل التبيته الصغيره ناحيه الملك اهو، الكوين كاسلينج والكينج كاسلينج. فجأة بدل ما هو مركز على انه يهاجم منطقة المنتصف عشان يستطيع التغلب على الملك بتاعي اللي هو يعتبر اهم قطعة بالنسبة لي، لا انا هاخد الملك واروح له الناحية التانية. ليه؟ الملك هيكون محمي اكتر لما تكون الفورميشن او التشكيلة بتاعت عساكر التبييتة بتاعته زي ما هم. ازاي؟ لو تعرض الملك لهجوم ممكن يصدرهم هم الاول، يصدرهم هم الاول عشان يدافعوا الاول. ولنفترض ان انا خسرت القطعه دي كلها اهو، كل القطعه دي انا خسرتها اثناء اللعب زي ما انتم شايفين، وكمان رحت خسران مع الطابيه اللي عملت بيها التبيته. هيفضل لي الثلاث عساكر دول، ساعتها الملك هيتصرف ازاي؟ يكفي ان الملك هيطلع العساكر دي للامام تعمل تشكيله كويسه في الحفاظ عليه، وكمان لما يجي ال الوزير مثلا بتاع الاسود هنا عشان خاطر يهدد الملك بتاعي، يستطيع الملك ان هو يلف ويدور حوالين العساكر دول الى ما لا نهاية، الى ما لا نهاية. طالما انا الذكاء بتاعي حاضر والخطة بتاعتي حاضرة في الدفاع، هستطيع اني الف وادور حوالين العساكر بتوعي واحميهم ويحموني في نفس الوقت، بدلا من اني اكون ضيعتهم في الاول وحركتهم وسبتهم كده يضيعوا مني ببلاش. الا لو كان تحريكهم في الاول هيؤدي لمهمة بعيدة المدى، مهمة تساعدني في بعد كده ان انا لما بيت كمان الاقي عندي تشكيلة تحميني. فاحنا هنحاول دايما ان احنا نطلع عساكر المنتصف وهنسيب عساكر الاجناب يا اما مهمات دفاعية يا اما يحافظوا على تبييت الملك ولما بعد فقدان القطع الاكثر اهمية. النصيحة رقم 6 ان انا اخلي العدو دايما يفقد ميزة التحرك بالعساكر بتوعه باني اخليه يحط 2 عساكر امام بعضهم. ازاي؟ فلنفرض مثلا ان انا عندي عسكري اهو، 3 عساكر تشكيل الملك، وحطيت العسكري ده هنا، وراح العدو الاسود اكل العسكري بتاعي. ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ في المستقبل ان هو لو حصلوا العسكريين دول جو قدام بعض كده، التنين فقدوا خاصية التحرك. ازاي؟ التنين هيلخموا بعض، فلو انا جيت من وراه واستطعت اني اكل عسكري منهم بحصان او وزير او اي حاجة، اصبح العسكري التاني بتاعه عندي، العسكري التاني بتاعه عندي، ومفيش حد يدافع عنه تقريبا. تمام، مع فقدان القطع اللي حواليه مفيش حد يدافع عنه. فلما يكون عندنا 2 عساكر امام بعضهم، التنين دول بيعطلوا بعض. فما ينفعش دايما ان انا الا اني اخلي بالي من اني احط العساكر امام بعضهم. فاي عسكرين كده هيجوا امام بعض دول خلاص فاعليتهم اصبحت مفقودة وما بيأدوش دور دفاعي مهم. في ناس ممكن تقول لك لا، طب ما هم دول بيدافعوا عن المكانين دول، المربعين دول والمربعين دول. طب والمربع ده ايه احواله؟ والمربعين دول ايه احوالهم؟ واللي وراهم ايه احواله؟ فيعتبر انا بدافع عن 4 مربعات، في نفس الوقت خسرت مربع 2 3 4 5 6، 6 مربعات. فانا خاصية الدفاع الاساسية بتاعت العسكري راحت لاني سمحت بان يكون في 2 عساكر. النصيحة اللي بعد كده اللي هي النصيحة ال7، ان انا ما حركش نفس القطعة ورا بعض مرتين. ازاي؟ لازم العدو دايما يكون متوتر، لازم ما يكونش عارف انا هحرك مين وايه الغرض من التحريك. فلازم لما ابدأ اللعب مع العدو، سواء كان اللعب مفتوح او مقفول، لازم اخلي حركاتي كلها غير متوقعة باني احرك في كل مرة قطعة شكل. تمام، ما ينفعش انا كل مره اخد نفس القطعه واقعد احرك فيها يمين وشمال، لان بالطريقه دي هتكون انا كل حركاتي والغايه اللي بعملها من كل الحركات دي مفهومه. فحتى لو عمل ان هو مش فاهم ممكن يفاجئني في لحظه بانه هو يكون مجهز نفسه ويضيع عليا الخطه بتاعتي، وبالعكس ممكن اطلع منها بخسائر كبيره انا ما كنتش عامل حسابي عليها. فدايما وابدا حاول انك ما تعملش نفس الحركه ورا بعض مرتين. يعني مثلا عايز اخد عسكري ده في بدايه اللعب مثلا اهو، انا عايز اخد العسكري ده او الحصان ده هناك، هاخد الحصان ادي حركه يكون هو لعب،
هاخده الحصان، ادي حركه يكون هو لعب. هاخده الحصان اكل بيه اي حاجه تاني، طب ما خلاص هو هيكون مستعد كده. انما لازم دايما وابدا يكون الامامي، العدو الامامي مش مستعد لي ومش عارف انا ناوي على ايه، ودايما باني اخفي المقاصد بتاعتي من اللعب بان انا كل مره احرك قطعه مختلفه عن الاخرى. النصيحه الثامنه ان انا احاول اني اوصل للمربع اللي انا عايزه من خلال اقل عدد من النقلات. ازاي؟ يعني انا مثلا عايز اوصل للمربع ده اللي فيه العسكري ده وهدده، لو انا هوصل له بمين؟ بالحصان، هحتاج دي نقلة، اتنين، تلاتة، لولا ان انا ايه، استطيع ان انا اوصل هنا وهدده. طب خلاص، كان ممكن اعمل ايه تاني؟ مثلا لو انا عايز اهدد نفس المكان بنفس القطعة، كان ممكن من خلال نقلتين بس ان انا احرك كده، ادي واحدة وادي التانية، كده خلاص اصبح المكان اللي انا عايز اوصل له ايه، مهدد. لان راس مالي في اللعبه هي النقلات، ما ينفعش انا اضيع نقلاتي كلها في ان انا افكر في مربع واحد عايز اهدده وافضل اتحرك له ببطء ببطء، لان انا مثلا عشان اتحرك الاربع نقلات دول، الله اعلم كان هيعمل ايه تاني العدو في الاربع نقلات بتوعه اللي امام، لان زي ما متاح لي عدد نقلات معين، هو متاح له نفس العدد ولينا نفس الكفاءة، لان احنا معانا نفس الجنود، نفس التشكيل. ما هو ما عندوش حد زيادة ولا عندي حد زيادة، نفس اللي متاح ليا متاح لي، لان لعبة الشطرنج لعبة فير. فير يعني لعبة عادلة، ما فيهاش حد زايد عن حد حاجة. فانت رأس مالك نقلاتك وتفكيرك، حاول انك توصل لهدفك بأقل عدد من النقل. لازم دايما وابدا، وده في النصيحة رقم 9، ان انا ما بدأش اللعب بتاعي بتحريك مين؟ بتحريك الوزير او الطبيعتين. ليه؟ الطبيعتين اولا دي ودي قطع دفاعيه. يعني ايه دفاعيه؟ بخلي دورها في الاخر لما اكون المساحات وسعت عندي وعايز ادافع بيها عن الملك، او اهاجم الملك التاني لما ما يكونش حد جنبه ممكن يهددني، لان هي ما بتمشيش غير بشكل افقي كده، وصعب انها ايه، تتحرك وتهرب بسرعه من التهديدات. اما بالنسبه للوزير فده اهم قطعة عندي من ناحية القوة، لأن هو إيه، the most powerful one، لأن هو أكتر واحد فيهم قوي. فقوته دي هتخليه زي ما هو قوي زي ما أنا خايف عليه. فلنفرض مثلا إن أنا طلعت بالوزير، أوكي، أنا جيت هنا وراح العدو لعب، أو الخصم لعب، هدد لي الوزير، رحت خلاص خفت على الوزير وجيت هنا، راح طلع لي عسكري تاني، هاخد المساحات دي كلها واضيع النقلات بتاعتي كلها في اني احاول ادافع عن الوزير واني اهرب بيه من مكان لمكان. واثناء النقلات دي ممكن تكون النقلات اللي انا عملتها خدمت الاوبوننت او الخصم او العدو في ان هو عمل تشكيله دفاعيه كويسه، وانا بحاول بس اهرب بيه مين، اهرب بيه عشان احمي الوزير بتاعي. في كل محاولات الهروب دي بتاعتي اديته فرصة ان هو يعمل تشكيلة كويسة يدافع بيها عن نفسه، وحرمت باقي القطع عندي من انها تعمل تشكيلة دفاعية كويسة او تطور هجوم جيد ناحية العدو، ويكون هو احتل مساحة نصف الرقعة، واستطاع ان هو يسيطر على الاجناب. كل ده انا بحاول اهرب من ده، اهرب بده اللي هو الوزير، ومش ضامن هل استطيع اهرب بيه ولا مش ههرب بيه. وخصوصا ان انا لو خسرت الوزير مبكرا في بداية المباراة، كده أنا تقريبا ضاعت مني تلت القوة بتاعتي. تلت القوة بتاعتي ضاعت مني لأني خسرت مين؟ الوزير بتاعي مبكرا في بداية المباراة. الوزير قوي جدا، لكن لما نستخدمه بحكمة، لأن مع القوة الكبيرة بتأتي مسؤوليات كبيرة، وده هو سر قطعة الوزير أو الكوين باللغة الإنجليزية. النصيحة اللي بعد كده اللي هي النصيحة العاشرة، ان انا اتحرك وفقا لخطة. يعني ايه اتحرك وفقا لخطة؟ يعني انا اخدت مثلا، نفرض ان انا اخدت العسكري ده هناك، انا اخدته ليه هناك؟ هل انا ناوي بيه اهدد المربعين دول، ولا ناوي بيه اعمل عملية هجومية على الاوبوننت او الخصم، ولا انا ناوي اني اعمل بيه تشكيلة دفاعية زي دي مثلا، ولا انا بعته يموت وخلاص؟ لازم اكون ماشي تبع الخطة. الفيل لما بيطلع هنا، وممكن سوري الحصان ممكن يطلع هنا، وممكن يطلع مكان العسكري ده، وممكن يطلع هنا. كل واحدة من الأماكن دول بيروحها الحصان، بيروحها ليه؟ لازم يكون عندي بعد نظر للأمام عشان أعرف أنا باعت القطعة دي بتاعتي هناك ليه.
وخصوصا ان رأس مالي في الشطرنج زي ما احنا قلنا قطعي ونقلاتي، والحركات اللي انا بتحركها كل نقلة من النقلات دي هي رأس مالي، وكل قطعة هي رأس مالي. فانا بعتها ليه، طلعتها ليه، حركتها من مكانها ليه؟ لازم يكون عندي خطة محددة العب بيها وبعد نظر، واحاول دايما اتوقع بعد ما اتحرك حركة ايه رد فعل الخصم وايه رد فعلي انا، واحاول ان اعمل عمليه تخيل دائما على الاقل لقدام بثلاث حركات. اتخيل ان انا لو طلعت ده هو طلع ده مثلا، هروح انا دافع بده عشان خاطر ادي مساحه لده هنا يجي كده ويتحرك هنا ويحاول ياكل. لازم يكون عندي تخيل ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، ما بعتش القطع بتاعتي واضحي بيها وخلاص، لان هيكون اهدار ملوش لازمه للقطع بدون خطة. النصيحة اللي بعد كده اللي هي النصيحة رقم 11، آه، كل ما يكون عندي نقلة كويسة ما نفذهاش لغاية ما ابحث عن نقلة احسن منها. ازاي؟ الكلام ده مش كلام، الكلام ده كلام بوبي فيشر اللي هو اللاعب طبعا ايه، الجراند ماستر الامريكان المشهور. ازاي؟ انا مثلا لنفرض اني في دماغي اني هبدأ المباراة باني اطلع العسكري ده، خلاص هحطها في دماغي وبعد كده افكر طب ليه ما اطلعش ده؟ ما انا ممكن اطلع ده وممكن اطلع ده، ليه ده ومش ده؟ ليه هبدأ المباراة كده وليه مش هبدأها كده؟ وهل انا لو الاوبوننت الخصم بتاعي عمل كده تمام اكله واحط اتنين عندي امام بعضيهم بحيث يضيعوا بعض، ولا استطيع ان انا اروح مطلع العسكري بتاعي للامام كده واعمل تشكيلة دفاعية كويسة خالص، خصوصا لو كنت هنزل لها الحصان ده، والحصان ده ساعتها هيكون حامي العسكري ده والعسكري ده، والعسكري ده مهدد هنا مربعين، والعسكري ده مهدد هنا مربع، تمام، وبيدافع عن زميله. فانا لازم اكون آه عندي نقلات جيدة في دماغي وما نفذهاش غير لما اتاكد ان كل النقلات الجيدة الاخرى المتاحة تم استنفاذها من تفكيري، عشان ما لومش نفسي واقول يا ريتني عملت كذا. النصيحة اللي بعد كده ان احمي القطع حسب قيمتها التقديرية. ازاي؟ لنفرض عندي العسكري ده عايز احميه، احميه بمين؟ ممكن احميه بالوزير ده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، انا هاخد الوزير كده وانا حامي العسكري بتاعي، هاخد سوري الحصان ده وهحمي مين؟ العسكري بتاعي. طيب تمام كده، لما اكون انا مصدر العسكري للمعركة وحاميه بالفيل ده كده انا صحيح. انما لو اتعكس الحال واصبح ان انا حامي الفيل ده بعسكري، طب ما خلاص، ما الفيل ده هيروح امام مين؟ امام عسكري من عند الخصم، تمام، يبقى هو اكل مني مين؟ الفيل، واروح انا واكل منه الحصان، تمام. لما ابص بعد كده لاجمالي الخسائر بتاعتي في المباراه هلاحظ ان انا كسبت عسكري، في حين ان هو كسب مين؟ كسب فيل. فما ينفعش انا احمي فيل بعسكري او حصان بعسكري. طب ايه لازمة العسكري مقارنة بالتنين دول؟ لا، انا ممكن اعكس واحمي العسكري بالفيل او العسكري بالحصان، وفي الحالة دي مثلا يكون هو اللي حاميه وهو اللي مصدره للمعركة، ولو خسرته عندي فرصة للتراجع بالقطع الأخرى، بس ما كنتش ضيعت مني قطع مهمة عشان خاطر قطع أقلها أهمية. النصيحة اللي بعد كده اللي هي النصيحة رقم 13، ان انا افتح واقفل الجيم تبعا لقدرتي على اللعب بالحصان والفيل. يعني زي ما حضراتكم شايفين الجيم ده مقفول على الاخر. ازاي؟ انا مش هعرف احرك لا الفيل الابيض ولا الفيل الاسود بتاع الملك بتاعي، ولا الملك بتاع الخصم هيستطيع انه يحرك الفيل الاسود ولا الفيل الابيض، لان العساكر منتشرين في تشكيلة دفاعية كبيرة، تمام، مسيطرة على معظم المربعات السوداء والبيضاء ومحمية وراهم بعساكر تانية. يعني كل عسكري من دول بيأدي عملية دفاعية للعسكريين اللي أمامه. في الحالة دي أنا أستطيع أن أنا أقفل وأفتح الجيم عن طريق اللعب بالحصان أو الفيل. مين اللي ينقذني في المواقف دي؟ زي ما احنا قلنا قبل كده مش هينقذني فيها غير الحصان. يعني الحصان الوحيد اللي هو يستطيع أن يتحرك كده
في امان ويقفز عشان ياخد مكان العسكري ده. صحيح انا ضحيت بمين؟ ضحيت بالحصان بتاعي، لكن العساكر دي اصبحت اقل حماية، حمايتها مش كبيرة زي الاول. وعن طريق تضحية تاني بسيطة خالص بعسكري زي ده مثلا كده، خلاص الجيم اتفتح. حتى لو العسكري بتاعه دخل عندي، وحتى لو الوزير بتاعه اكل من عندي الحصان ده، فكل خطته الدفاعية باظت. لان استطيع بكل سهولة ابدأ اهدد له في الوزير بتاعه ويتراجع، وابدأ احرك القطع بتاعتي بكل سهولة بحيث انها تقفز خلف خطوط العدو وتؤدي مهام هجومية اكبر. النصيحة اللي بعد كده اللي هي النصيحة رقم 14، اني احافظ دايما على سلسلة العساكر بتاعتي مترابطة، واحاول اني افقد الخصم بتاعي ترابط العساكر بتاعته. ازاي؟ يعني لو الخصم بتاعي سلسلة العساكر بتاعته مترابطة بالطريقة دي، وانا سلسلة العساكر بتاعتي مترابطة بالطريقة دي، والوضع واقف كده، احنا مش عارفين مين اللي هيستطيع ان هو يهزم التاني. لو العدو استطعت انا اني مثلا اكل منه العسكري ده كده اهو، خلاص اصبح من السهل ان انا ممكن ارجع اكل باقي العساكر بتاعته، بحيث ان انا باكل من ورا لقدام مش من قدام لورا. فلما تكون العساكر بتاعتي مترابطة، غير لما يكون العسكري بتاعي كده محطوط في وضع لوحده كده سهل انه يتاكل. يعني مثلا العسكري بتاع الاسود هنا بيعمل ايه؟ مش محمي باي حد، فمن السهل جدا ان يضيع واخد انا مكانه. تمام. ولما اخد مكانه هستطيع ان انا احميه، ويبقى استطعت اني استفيد بقطعة من قطع العدو عندي، وفي نفس الوقت استطعت اني اعمل تشكيلة هنا دفاعية هجومية في نفس الوقت، وهو اصبح عنده عدد اقل من العساكر، وبالتالي عدد اقل من القطع. ولازم دايما وابدا احاول ان اخلي نفسي متفوق عن العدو اللي امامي بعدد القطع، ولو بقطعة واحدة، لان انا ما ضمنش القطعة دي هستفيد منها بايه. ودي النصيحة رقم 15. تمام. النصيحة رقم 15 ان يكون دايما متفوق على العدد، بعدد القطع بتاعتي على عدد قطع الخصم. لان محدش عارف اللعب ممكن يتطور ازاي، وخصوصا ان في ناس بتستسلم لما يموت منها وزير او غيره، وبتبدأ بعد كده انها تنسحب من المباراة. محدش عارف ان ممكن يحصل ايه. ممكن انت بعسكري بس، مجرد عسكري، تعمل عملية ترقية او بروموشن وتجيب وزير. ممكن بعسكري تهدد ملك. ممكن بعسكري تقلب اللعب خالص بحيث يكون في صالحك بعد ما كان في صالح العدو. فكونك انت تحافظ على سلسلة عساكرك مترابطة، وتحافظ على انك انت تكون متفوق عدديا ولو بعسكري واحد بس على، او بقطعة واحدة بس على العدو امامك، ده شيء مهم جدا. اثناء بداية اللعب في ناس كتير بتسألني بيقول لي انت هتلعب بخطة ايه؟ اقول له ازاي هلعب بخطة ايه؟ يقول لي انت هتلعب بخطة ايه؟ مفيش حاجة اسمها هتلعب بخطة ايه، لان الخطط وضعت عشان تتطور بانتظام. مفيش خطة واحدة ثابتة في عالم الشطرنج. ازاي؟ المدرسة بتاعة الافتتاحيات تختلف عن مدرسة منتصف اللعب. وما ننساش في الاول والاخر ان كلها نظريات. يعني اني ادعي او يدعي اي حد ان في خطة لعب عشان يتلعب بيها المباراة كلها من اولها لاخرها، ده شيء صعب جدا ان حد يدعيه. لان مدرسة زي ما قلت، مدرسة الجامبتس او الافتتاحيات غير مدرسة منتصف اللعب، غير مدرسة حماية الملك لما يكون القطعة الأخيرة. دي كلها مدارس ونظريات لازم ندرسها كويس، عشان أنا بجيب حتة من المدرسة دي على نظرية من المدرسة دي، وبستطيع عن طريقهم أعمل خطة تتطور معايا أثناء المباراة. تتطور أثناء المباراة ذات نفسها. المباراة الواحدة الخطة بتاعتي وضعت لتتطور، ومفيش خطة واحدة ثابتة أبدا عشان أمشي عليها أثناء اللعب. طب النصيحة رقم 17، في ناس سألتني قبل كده قالت لي هل أنت فاكر أفضل خطة لعبت بيها؟ لا، أنا مش فاكر طبعا أفضل خطة لعبت بيها، لكن أستطيع أني أدعي أن أهم خطة لعبت بيها في حياتي كانت هي الخطط ذات النقلات القليلة. إزاي أنا كنت دايما بكون مبسوط وفرحان إني استطعت إني أستطيع إني أتغلب على الخصم بتاعي بأقل عدد من النقلات. فأفضل الخطط
واللي هتفضل دايما مأثرة فينا، واللي بتغيظ العدو باي ذا واي، بتغيظ العدو جدا، هي الخطط ذات النقلات القليلة واللي بتؤدي لفوز سريع. النصيحة اللي بعد كده ان انا ما اهدرش التبييتة بتاعتي. يعني انا عندي تبييتين، تبييتة ناحية الملك اسمها التبييتة الصغيرة او اللي بنسميها الكينج كاسلينج، وتبييتة ناحية الوزير اللي هي بنسميها التبييتة الكبيرة باللغة الدارجة بتاعتنا او بالانجليزي الكوينز كاسلينج. انا مش لازم اهدر التبييتات دي، وانتوا طبعا عارفين ان شرط التبييتة ان ما يكونش فيه وضع كش ملك عشان استطيع اني ابيت، او ما يكونش الملك سبق له الحركة او الطابية سبق لها الحركة، او في قطعة مهددة انها تكون في النص بينهم. يعني مثلا لو عندي الفيل اهو بتاع الاسود مهدد المكان ده كده، مهدد المكان ده كله كده، مهدد المربع ده، مش هينفع اعمل تبيته الناحيه دي. فانا لازم احافظ على التبيته بتاعتي بكل الطرق، واعرف ايه هي شروط التبيته الكبيره والصغيره عشان دايما اكون مستعد ليها وبشكل مفاجئ، وفي نفس الوقت اخلي العدو بتاعي يفقد التبيته بتاعته. يعني مثلا انا لو بعت حصان هنا اهو، لو بعت حصان للملك الاسود هنا واكل الحصان، واكل الحصان، هل كان انا خسرت؟ لا، ابص للجانب الكويس من الموضوع. انا كسبت ايه؟ كسبت ان الملك ضاعت منه التبيته الصغيره بتاعته الكينج كاسلينج والكوين كاسلينج. لما يكون الوقت مناسب ليهم هيجي يعمل تبيته، هيلاقي ان هو مش قادر يعمل التبيته. ليه؟ لان التبيته بتاعته شروطها راحت، لاني حركت له الملك بتاعه، وكان ممكن اهدد له المكان اللي بين الملك والطابيه باي طريقه كانت عشان اضيع عليه التبيته. فتكون تبيتي انا مفاجاه للخصم وغير متوقعه ومحافظ عليها، واحاول على قد ما اقدر ان انا اضيع له التبيته بتاعته. النصيحه رقم 20 على ما اعتقد ان انا دايما احافظ على الجنود اللي امام الملك عشان احمي بيهم الملك، او اضحي بيهم عشان احمي الملك. لان هم طبعا مقارنه بالملك هم جنود، في الاول وفي الاخر هم جنود، فلما يروح عشان خاطر الملك يعيش مش مشكله. فطبعا انا لنفرض ان انا في وقت من الاوقات خسرت الجنود اللي قدام الملك، اعمل ايه؟ اكون محافظ على الاقل على الجنود اللي هبيت بيهم الملك هنا عشان يحموه. فلو خسرت جنود المنتصف احاول احافظ على جنود التبيتة، سواء التبيتة الصغيرة او التبيتة الكبيرة، عشان لما يجي وقتهم واستطيع اني اعمل عملية التبييت يكونوا هم الاقدر على حماية الملك او المناورة بيه، او اضحي بيهم عشان احميه. لان ده كله بيكسبني انا نقلات، والنقلات هي رأس مالي في لعبة الشطرنج. النصيحة اللي بعد كده دايما الاستمرارية في اللعب. لازم تلعب، لازم تلعب. لما تكون مثلا في موضوع شغلك ومش عايز تفكر فيه العب. لما تكون عايز تفكر في حاجة العب. لما تكون بتهرب من حاجة العب. والاستمرارية في اللعب هي اللي هتعلمني مبادئ الشطرنج كويس، وازاي اثبت نفسي في اللعبة حتى لو كنت هخسر. ليه؟ لان الشطرنج هي اللعبة الوحيدة اللي لما بكسب فيها بكسب، ولما بخسر فيها بتعلم وبرضه يعتبر مكسب. فالاستمرارية هي الحل الوحيد للمحافظة على مستوايا، واني اخلي ذهني حاد وحاضر في نفس الوقت، واستمتع بوقتي دايما في لعب الشطرنج. وعلى فكرة هينعكس على حياتي اليومية بشكل كبير، وهيبان من خلال التعامل اليومي ان انا هعمل حساب اللي جاي وهفكر في كل حاجة. لان مفيش لاعب في الشطرنج كويس ومستمر، كويس يعني مستمر، وفي الحياة يكون صعب ان التعامل معاه، او فاشل، او ما عندهوش مهارات اجتماعية كويسة. فالاستمرارية هي الحل الوحيد للعب. النصيحة الأخيرة طبعا إن أنا أحاول إني أتعلم أسماء قطع اللعبة باللغة الإنجليزية، تمام، وباللغة العربية. يعني دي عندي في مصر اسمها قطعة، في دول الخليج وفي العراق اسمها حجر. يقول لك أنت حركت الحجر، يعني أنا حركت القطعة. حجر يعني قطعة، قطعة يعني حجر. باللغة الإنجليزية بيس يعني قطعة. فلازم أعرف أسماء البيسز دي كلها باللغات الأخرى، وخصوصا اللغة الإنجليزية، لأن هي اللي هتساعدني أتعلم اللعبة كويس. يعني مثلا دي الكسل الطابية، ده النايت الحصان، ده البيشوب الفيل، ده الكينج الملك، ودي
الكوين بتاعته، الملكة بتاعته، او اللي احنا بنسميه بالعربي الوزير. ده اسمه باون. باون يعني ايه؟ يعني عسكري. فانا عندي كاسل، نايت، بيشوب، كينج، كوين، باون. الحركة اسمها موف. الحركة اللي فيها اكل اسمها تيك. فلما اقول ان ده تيك ده يعني اكله. انما لو هو اتحرك من غير ما ياكل اسمها جاست ا موف، فقط حركة. التبيت اسمه كاسلينج. الكاسلينج، اللونج كاسلينج التبيته الكبيره اللي هي ناحيه الوزير دي، الشورت كاسلينج اللي هي ناحيه مين؟ الطابيه. تمام. ومفيش حد خالي من الاخطاء، مفيش حد خالي من الاخطاء. لكن انت لازم تتعلم، لازم تتعلم ان الصفوف دي تبدا من الاي، البي، السي، الدي، الاي، الاف، الجي. تمام. وبعد كده الصفوف دي تبدأ من واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. فلو أنا هحرك مثلا العسكري بتاعي اللي في الصف ده A B C D، يبقى العسكري ده اسمه D. باون دي، العسكري بتاع دي، هحركه للمربع ده، فأصبح اسمه دي 4، لأن هو في رقم دي، في الصف رقم دي. تمام. ولما ابدا الصفوف كده عندهم واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، دي في المربع في الصف رقم 4. فالصفوف الرأسية دي واخدة من A ل G. الصفوف الأفقية واخدة من واحد ل 8. فأصبح بدل ما هو A2 أصبح اسمه A4، عشان أعرف الرموز دي كلها لأنها بتساعدني في التواصل مع عالم الشطرنج. لأن مش معقول هكون مقتصر في لعبي على المحليين فقط ومش هستفيد من الناس التانية، لأنها لغة عالمية. لغة الشطرنج لغة عالمية والكل بيحبها والكل بيلعبها، فلذلك لازم أحقق أكبر استفادة منها. ودي آخر نصيحة عندي في الفيديو ده. يبقى كده انا قدمت 12 22 نصيحة في هذا الفيديو. واعذروني كان ممكن احيانا تكون القطعة مش مترتبة كويس، يكون في هوسة، يكون في كده دوشة، لكن الحمد لله اتمنى اني اكون فدتكم بالفيديو. وشكرا ليكم، وكان معاكم مستر ياسر السمان.